الحقيقة اللي انت متعرفهاش عن التدخين. كنت بقعد اسال نفسي الاسئله دي، هو مش التدخين مضر؟ ليه في ناس مش بيحصل لها حاجه منه لحد دلوقتي؟ معظم الناس في عيلتي بتدخن ما بيحصلهاش حاجه، لا ده في كمان ناس بتعيش اكتر. طب هو شيشه مضره ولا السجاير؟ طب لو شربت فيب هبطل السجاير؟ فانا عايز اجرب. طب ليه في ناس بتشرب سجاير وهي عارفه انها مضره اصلا؟ ثانيه واحده، ليه الدول مع ان السجاير ممنوعه مش بتمنع صنعها، مع انها بتمنعها في المترو، بتمنعها في كذا حته؟ وليه اصلا شركات السجاير مع ان ده المنتج بتاعها بتلاقيها حاطط علامه تحذير على العلبه؟ واسئله كتير قوي اسالها لنفسي كل يوم. النهارده هاخدك في رحله من اول ما السجاير بدات وازاي عملوا السجاير لحد دلوقتي وازاي الشركات بتنصب علينا، وحاجات كتير احنا بنسالها. يعني ليه الدول ما تمنعش الشركات دي؟ هل احنا بنشرب سجاير بارادتنا؟ ليه الناس بتدمن على السجاير؟ هل بسبب النيكوتين ولا بسبب حاجات تانية؟ مع ان طعمها يقرف بجد. يعني انا لحد دلوقتي فاكر طعمها يا جدعان. نبات التبغ اول حد استخدمه كان الهنود الحمر او الامريكيين الاصليين اللي في قارات امريكا زمان، هم المكتشفين الحقيقيين ليها. وبيتقال ان الكلام ده من 12300 سنه. التبغ طبعا ساعتها كانوا بيمضغوه وكانوا بيستخدموه في الاعياد الدينيه، وحاجه اسمها الغليون بيشربوا فيها ويولعوا التبغ ويشربوه. ده كان في الاعياد الدينيه والتواصل مع الارواح في اعتقادهم. ومثلا اي اتفاق يحصل، يعني مثلا تخيل دلوقتي قبيله هتتفق مع قبيله على اتفاق معين، او مثلا اتفاق كبير بيحصل، فلازم حكام القبيله يشربوا سجاير ويدخنوا من نفس الغليون. السجاير ساعتها كانت بتستخدم في الطب كعلاج للاسنان وكمسكن وكمهدئ وكحاجه اساسيه في الاعتقادات الدينيه. واول ما كريستوفر كولومبوس راح هناك شاف التبغ وشافهم بيعملوه، راح فعلا واخد الفكره دي ووداها لاوروبا، والناس في اوروبا رحبوا بالفكره جدا. هو حاجه غريبه. يعني تخيل كده معايا مين الشخص اللي يجي في دماغه انه ياخد التبغ ويطحنه ويعمل منه سجاير ويولعه؟ تخيل دي لو فكرت فيها لوحدها هتلاقيها فكره مجنونه. اصلا كانوا ساعتها بيبيعوا التبغ في اكياس وسلع. التبغ بقى حاجه اساسيه في الحياه، استخدموه كعلاج للاذن والاسنان، نزلات البرد، بداوا يزرعوا التبغ بصوره اكبر واكبر لان الاستهلاك عليه زاد. يعني تخيل كده رئيس امريكا مثلا جاي يعمل اتفاق مع حد مثلا، فيقوم الاثنين شاربين تبغ. كانت حاجه مش غريبه ساعتها. بدا يتطور اكتر لحد ما بقى شكل من اشكال العمله، بيصنعوا منه عملات. كمان في لحد النهارده قبائل في امريكا وكده بتستخدم التبغ على انه حاجه دينيه، نفس العاده القديمه، بيقدموه كهديه للارواح في اعتقادهم. في جزيره اسمها اسبانيولا لما كريستوفر كولومبوس بعت ناس اوروبيين عشان يكتشفوا الامريكتين، فعلا راحوا هناك ولقوا ناس بيحطوا التبغ في اعمده كده، حاجه خشبيه، وبيولعوها وبيمتصوا الدخان ده ويسحبوه على صدرهم، مع انه ممكن يحسسهم بدوخه وكده، بس كانوا بيقولوا ان هم مش قادرين يبطلوه خالص، وبيقولوا ان هو بيحسسهم بالمتعه ورفع المزاج زي انت واصحابك على القهوه كده. وبعد كده بقى التبغ حاجه اساسيه فعلا، بقى صناعه اساسيه بيستخدموه، والعبيد بيصنعوا التبغ والسجاير. وكان الفرنسيين والاسبان والبرتغال بيسموه العشب المقدس. التبغ كان مقدس عندهم. بدا شويه ملوك يشربوه، بدا يتعالج فعلا الناس منه، وده في عام 1570 والحاجات دي. الطبيب الاسباني نيكولاس موناردس كتب كتاب عن الاعشاب وقال ان التبغ بيساعد على حل 36 مشكله صحيه. اللي هو ازاي؟ طب ليه منعوه؟ مش عارفين. التبغ دخل لدول كتير وبدا يتحظر فيها، وبعض الملوك بيحظروه وبعض الناس التانيه بتتقبله عادي. بعد كده حصلت الثوره الصناعيه واللي بدا يطلع عليها شركات. هنتكلم عن فيليب موريس ده بالتفصيل، هنعمل حلقه عنه. الدول منعت الستات ان هم يشربوا سجاير. ساعتها كان اي ست بتشرب سيجاره في الشارع بيسجنوها، واي سيجاره في اي حته كانت حاجه غير اخلاقيه ان ست تشرب سيجاره. الستات طبعا اتضايقت من حاجه زي دي، ازاي؟ وطبعا فيليب موريس صاحب شركات التدخين استغل الحته دي لحد ما حصلت ثوره والستات عملتها. وعايز اقول لك هنا ان شركات السجاير مش بتسوق لنفسها بالاعلانات، امال ازاي بتتشهر؟ شركات السجاير بتتشهر بالافلام والمسلسلات. يعني شوف كم مسلسل اللي انت شفته البطل فيه بيشرب سجاير كل ما يتضايق، وازاي السجاير انتشرت لوحدها. ساعتها فيليب موريس عمل مارلبورو السجاير النسائيه، وقال للستات ان انتوا تشربوا السجاير دي للحريه. Want to give up harsh tasting cigarettes? Treat to taste kindly. وبدأ يسوق للسجاير دي في الاعلانات والمسلسلات على انها حريه والستات كلها بتشربها، ويلا اشربي عشان تبقي امراه حره ومستقله. وبدات يبقى دي علامات انوثه كمان، ماسكه معينه مارلبورو. الستات هنا عملت ثوره ومظاهرات ضد الحكومات على منع السجاير. فعلا الشركه بتاعت فيليب موريس كسبت كتير جدا واستغلت الازمه دي. والله كان نفسي ابقى فيليب موريس يعني. طب اصلا ليه طالما الناس عارفه ان التدخين مضر ليه بيبداوا يدخنوا؟ ليه ما بيسيبوش التدخين؟ اكيد السبب معروف. ممكن يبقى ابوك مثلا بيشرب سجاير او امك بتشرب سجاير فتطلع زيهم تشرب سجاير. انت شايف ابوك بيشرب سجاير بيقول لك بطل، بطل ايه يا عم انت بتشرب اهو. او صحابك مثلا، او علامات الرجوله وكده تبقى روش. وفعلا انا كنت حاسس ان هي روشنه، بس عرفت طعمها وعرفت ان مش الروشنه في ان انت تشرب سجاير وتطلع دخان، روشنه في الجيم.
وعايز اقول لك ان التلفزيون ساعد كتير قوي على انتشار عاده السجاير، ده غير طبعا منتجات التبغ اللي بيعملها لك بنكهه النعناع ونكهه الفراوله ونكهه الشوكولاته، فبيجر رجلك ان انت بس تشرب سجاير. طبعا في شركات بتقلل من السعر بتاع التبغ خلي الناس تشربها اكتر، وده يودينا سؤال، هو احنا بندخن بارادتنا؟ في الحقيقه شركات زي فليب موريس والشركات الكبيره اللي هي دايره شركات زي مارلبورو بيحطوا مواد تخليك تدمن الحاجات بتاعتهم. شركات السجاير من الاخر شركات غير اخلاقيه، بتبيع لك سم وتاخد عليه فلوس. من الاخر شركات السجاير بتلعب لعبه كبيره قوي. الحقيقه ان لما تيجي تقطع سجاير او نيكوتين ممكن فعلا نبض قلبك يتظبط بعد شويه، الجين يرجع بعد يومين كده هادي شويه، ولو انت صغير اقل من 20 هتلاقي ان انت ممكن تدمن اسرع. انما لو شخص كبير ممكن ما يدمنش قوي، يعرف يقتلع عن العاده دي او يسيبها. انما لو انت صغير وبدات تدخن صعب قوي ان انت تبطل، لان في السن ده المخ بيبدا ينمو مع الوقت، فهو اتعود على مستوى النيكوتين ده. انما الشخص الكبير هو مخه كده الحمد لله كبر في السنين اللي فاتت ونضج، ممكن يسيبها بسهوله عنك. النيكوتين بيأثر عليك ببساطه بانه اول ما يدخل جسمك اول حاجه بيفرز هرمون الدوبامين والادرينالين. مضغوط من الشغل، مضغوط من المذاكره، مضغوط من واحده صاحبتك سابتها كده، مضغوط من اي حاجه بيخليك تنسى الحاجه دي وفعلا تبدا تفكر في الحاجات اللي بتسعدك. وانت ممكن ما تلاحظش الحاجه دي ان هو بيزود ضربات قلبك وارتفاع ضغط الدم، فتحس ان انت مهايبر شويه او عندك طاقه. كنا اتكلمنا في فيديو الاباحيه وليه بندمن الاباحيه عن الدوبامين، وهنا هنتكلم عن النيكوتين ونقول الناس اللي بتشرب سجاير كل مره بيزودوا. يعني انت اكيد ما بداتش بعلبه، انت بدات بسجاره جابت جوان وجوان جاب حبايه، واحده بقى لقيت نفسك بتشرب علبه، واحده لقيت نفسك بتشرب علبتين في اليوم. فانت متخيل الشيطان وصلك لايه، او شركات السجاير لعبت على دماغك ازاي. دمك بقى متعود على كميه نيكوتين معينه، وانت لو ما اديتهالوش هيحتاج يزودها عشان تحس بنفس التاثير. كل مره بتديله اكتر بيعوز تاني. هو ده ببساطه اللي بيخليك تدمن. الشركات دي بتلعب على صحتك، وصحتك مجرد فلوس. صحتك عندهم مجرد حاجه هم بيبيعوها. ادمانك هو لعبتهم. الشركات دي بيفكروا ليل ونهار ازاي يخلوك مدمن على المنتج بتاعك، عبد ليهم بمعنى اصح. ازاي يخلوك مقريف لما ما تشربش سجاير، ازاي يخلوا في شاكوش على دماغك، ازاي يخلوا المدخن تبع مزاجه، مع ان الناس بتأذي من الدخان اللي هو بيشربه. 8 مليون واحد سنويا بيموتوا من التدخين، معظمهم مش بيدخنوا اصلا، معظمهم متاثرين بالناس اللي بيدخنوا حواليه. بيخلوا المدخن يفضل مزاجه على باقي الحاجات التانية. الناس اللي بتتضايق من الدخان مش مهم، لان طبعا هيدخلوك في نظام يخلوك تبدا تحس بالتوتر والانزعاج. وانا بكلمك كاخ في الفيديو ده، شوف الفيديو للاخر ما تسرعش عشان في كل معلومه فيه مهمه. الدراسات اثبتت ان ادمان النيكوتين ممكن يساوي ادمان الكوكايين او ادمان الكحول. يا جماعه لما واحد يدخن يكلمك يقول لك انا عايز ابطل فعلا، وكلهم عايزين يبطلوا وهم مش قادرين يصدقوا، لان هم فعلا مش قادرين يبطلوا. انا عارف فعلا ان انت مش قادر تبطل لان الموضوع صعب، وانا مش بحبطك. انا وانت عارفين ازاي الشركات دي بتضحك علينا، انا وانت عارفين ان مفيش حاجه اسمها فيب هيخليك تبطل السجاير، وانا وانت عارفين انك بتشوف التحذير اللي على علبه السجاير اتعودت بالنسبه لك انه خلاص هو ده جزء من تصميم العلبه. كل سيجاره انت بتشربها بتحتوي على 8 مللي جرام من النيكوتين، ده طبعا غير السيجار اللي بيبقى فيه من 100 ل 200 مللي ل 444 مللي في السيجار الواحد. وانا وانت عارفين ان ممكن فعلا الناس تبقى بتدخن وعايشه عندها صحه احسن منك، بس احتماليه حدوث جلطات في الدم تبقى اعلى من اي حاجه. ومش طبيعي ان انت تشتري سم. انا مش بقول السم اللي هو عشان بتضرك، انا بقول سم فعلا. هي فيها سم فران، هي فيها حاجات مواد الاسفل. حمض الاسيتيك ده موجود في صبغات الشعر. الامونيا طبعا انت عارف ايه الامونيا. الزرنيخ ده اللي موجود في سم الفيران. الكادميوم ده موجود في حمض البطاريه اللي جوه البطاريه. فورمالديهايد ده طبعا موجود في ادوات التحنيط وماده الرصاص. النفتالين، الميثانول ده بيبقى موجود في وقود الصواريخ وكده والبنزين بتاع الصواريخ. طبعا النيكوتين ده بيستخدم كمبيد للحشريات. طبعا القطران ماده بتستخدم لرصف الطرق. لا وحاجات كتير قوي. انت طب ليه الدول والحكومات سايبه شركات السجاير؟ ليه سايبه شركات السجاير تصنع سجاير لحد دلوقتي وتكسب بالمليار؟ ببساطه لان شركات السجاير بتاخد جزء من ارباحها تمول بيه السياسيين والناس اللي بتترشح للرئاسه، او مثلا الناس اللي بتترشح لمنصب عالي في الدوله، وتمول الحمله الانتخابيه بتاعته عشان الناس تعرفه. ولما ينجح طبعا مش هيقدر يعمل لهم حاجه، انتوا دفعتوا لي فلوس ونجحتوني في الانتخابات. هو طبعا مش هيقدر يعمل اي قانون ضد الشركات دي، وهي دي اللعبه الكبيره اللي بتلعبها شركات السجاير. يا جماعه انا كان نفسي اشرب السجاير من زمان، كان نفسي فعلا اجرب سجاره، بس طعمها يقرف بجد. ازاي تبطل؟ لو سالت كذا واحد بطل في عيلتك، او سالت كذا واحد بطل في صحابك او في صحابك، هتلاقي ان هو بطل بصعوبه، او حتى انت حاولت تبطل قبل كده بس ما عرفتش. انت صحيت الصبح انا مش هدخن تاني، السجاير دي بص، السجاير دي اي سبار السجاير هشوفها هدوس عليها، هبطل السجاير واشرب فيب. هو ده اللي بتعمله ولا لا؟ اول حاجه عشان تبطل السجاير اصلا بيبقى ده قرار من جواك انت. ممكن تبقى بتقرر قرار حلو ونيتك حلوه، بس انت ما قررتش قرار صح برضه. زي ما قررتش قرار صح ده انا قلت هبطل سجاير، حلو يعني قلت لي السجاير حاجه حلوه، ما خدتش القرار بجد. كل ما تطلع السلم تنهج، كل شويه تف بلغم، كل شويه
حد يقول لي بسخن قبل الجيم بيها مش عارف ازاي. فانا كنت قاعد عادي فقلت ما تيجي نقول كده حكايه ازاي تبطل السجاير ونفيد الناس. فلقيت الحل. وجو اسال مجرب ولا تسالش طبيب ده يعني هو انا مش جايب الحل من عندي. انا دايما بقول المثل ده في كل فيديوهاتي. لو انت قدامك كوبايه ميه وعطشان محتاج حد يشجعك ويقول لك روح اشرب، تحتاج زقه ولا انت غصب عنك هتروح تشرب لانك عطشان؟ هو ده الحل، ان انت تبقى فعلا حاسس من جواك ان انت محتاج تبطل، صادق فعلا من جواك، عشان انت فعلا انت مدي قيمه لنفسك. انا ما اشربش سجاير، انا ما ادفعش فلوس في حاجات زي دي، ده سم. انا مش هشرب سجاير تاني، انا محتاج فعلا كده، مش محتاج حد يشجعك. الحاجه اللي بعد كده انك ما تقولش لحد ان انت هتبطل. كل شويه خلاص يا جماعه انا بدات، طب انا هبدا ابطل، انا هبدا. لو حد فعلا هيشجعك وحد انتوا الاثنين هتبطلوا مع بعض قول له يا عم حاول. من غير كده خلاص قول لهم خلاص انا بطلت يا جماعه مره واحده، فجاه كده هيتفاجئوا ان انت بطلت. ده حاجه تشجعك. ما تقعدش تقول لكل الناس وانا هبطل وانا هبطل، انت كده بتضيع حماسك، بتضيع طاقتك على الفاضي. ودي حاجه انت عارفها، كل ما تقول للناس حاجه بتبقى بتعملها. فكده عرفنا ان هو قرار من جواك وما تقولش لحد ان انت هتبطل. الحاجه اللي بعد كده لو عايز تبطل فعلا، في منتجات زي البان النيكوتين بيعوض النيكوتين الناقص في جسمك اللي انت اتعودت عليه، واحده 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 النيكوتين اللي في جسمك بيرجع طبيعي. قلل يا عم نص سيجاره كل يوم، قلل السيجاره كل يوم، حتى لو هتقلل نفس كل يوم. في يوم هتلاقي نفسك قللت نفس، اليوم اللي بعده هتلاقي نفسك قللت نفسين، اليوم اللي بعده هتلاقي نفسك قللت سيجارتين، اليوم اللي بعده هتلاقي نفسك قللت 3 سجاير. واحده واحده هتتعود مع الوقت. بقى التقليل ده هو الاساس عندنا، قرار وان انت ما تقولش لحد، وتقليل السجاير ده واحده واحده. المهم تقلل. الحاجه اللي بعد كده انك ممكن تصحى، لو انت مثلا متعود انك تشرب سجاير مع اصحابك، يعني في ناس بتبقى متعوده مثلا انها مثلا تصحى الصبح تشرب سيجاره، او قبل ما تبدا الشغل تشرب سيجاره. تعود اول ما تصحى ان انت تغير يومك، اول ما تصحى مثلا تخش تتوضى وتصلي، اول ما تصحى مثلا تاكل. تحاول تعود مخك ان مش اول ما اصحى بشرب سجاير. وانا عارف ان انت قدها، لان انت عايز تبطلها فعلا. اي حد بيواجه صعوبه في حياته، في حاجه في حياته مضايقاه بس هيبطلها وهيعملها. الحاجه الحلوه اللي انت تعملها مالكش دعوه بازاي انت الناس بتبص لك، وما تفكرش لحظه انك مش قدها، لان الناس اللي حواليك لو مش مدينك قيمه فانت اولى انك تدي لنفسك قيمه. الناس اللي حواليك ما حدش شايف فيك مثلا ان انت هتنجح ولا حاجه، كمان انت هتشوف في نفسك ان انت ما تنجح. طب ليه؟ انت اول واحد المفروض تحمس نفسك. ربنا يتمنى لكم من قلبي والله، ويا رب فعلا تبداوا عادات جديده في حياتكم. يا جماعه عايزين تفاعل، معلش يعني تفاعل بس على الانستا على الفيسبوك، عايزين شويه تفاعل، وتنشر الفيديو ده لاصحابك، لان الفيديو ده فعلا مفيد وجايب تجارب بناس كتير وتعبان قوي في الفيديو ده. فيا ريت فعلا تنشر الفيديو وتنشر باقي القناه، ويا ريت تفاعل يا جماعه معلش، لان عايزين بس نفيد الناس اكتر. شكرا ليكم، والحاجات اللي تحت دي ممكن تبين عليها. ولو انت عايز بقى ما تشوفش الفيديوهات الطويله ممكن تشوف فيديوهات قصيره. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان.